لمبة الزيت لو نورت موتور عربيتك فيه خطر. معتز عاطف قرر يسيب استوديو دي ام سي ويصور رحلته اليومية على الطريق عشان يقدم لكم ريفيو سريع عن العربيات يخليك قبل ما تبيع او تشتري لازم تشوف ميزو على الطريق. صباح الفل عليكم. لمبة الزيت لو نورت موتور عربيتك فيه خطر. ليه موتور عربيتك فيه خطر؟ لأن كمية الزيت في الموتور قلت. الأبريق اللي نازل منه نقطة أو مصباح علاء الدين اللي طلع في أفلام الراحل إسماعيل ياسين لما العفريت طلع يقول له شبيك لبيك عبدك بين إيديك، هو ده الدليل عن لمبة الزيت، وبيبقى لونها أحمر. انتبه الزيت نقص. طب الزيت نقص إيه المشكلة؟ دايما الزيت موجود في الموتور لتليين الأجزاء الداخلية للموتور. كل ما الزيت بيقل كل ما الاحتكاك بيزيد وكل ما تآكل الموتور بيزيد. يبقى اللي عنده مشكلة دايما في الزيت ناقص او بيمشي بالعربية وبيهمل في صيانات الزيت، تآكل الموتور عنده بيزيد، يعني عمر الموتور بيقل. فيبقى الزيت وجوده لتليين اجزاء داخلية. نقص من ايه الزيت؟ نقص من تسريب، نقص انك خدت مطب فالكرتيل الزيت اتكسر فالزيت نزل، نقص ان ترمبة الزيت مش شغاله وفي الحقيقه اللمبه ساعتها بتنور. اتصرف ازاي لو نقص؟ ما عندكش اي حاجه تعملها، ان لو نقص بس تقدر تزوده، وساعتها بتزود اي حاجه على اي حاجه، مفيش مشكله. لو انت ما لقيتش نفس نوع الزيت او نفس الماركه زود اي حاجه لاي حاجه عشان تبقى عارف ان الموتور كميه الزيت مظبوطه. طيب لو فضي خالص اعمل ايه؟ ما عندكش اي حاجه تعملها غير انك تبطل العربيه فورا. خدت مطب اتخبطت من تحت نزل الزيت، تبطل فورا. ما تفكرش تسيبها ولا ثانيه. لو سبتها 30 40 ثانيه ممكن تفقد الموتور خالص. فيبقى لمبه اما تنور لازم ننتبه ان كميه الزيت قلت او ترمبه زيت مش شغاله. لو ترمبه زيت مش شغاله انت مش هتعرف تتصرف معاه غير انك هتسمع صوت موتور عالي وتحس بعزم الموتور بيقل، ودي في الحقيقه مش هيحلها لك غير ميكانيكي. فيبقى برده لازم ونش او مركز صيانه. ولكن اللي انت تقدر تعمله لو لقيته ناقص شويه وانت على طريق في امرجنسي، زود اي حاجه على بعض بحيث ان كميه الزيت تبقى مظبوطه وتمشي بالعربيه لاقرب مركز صيانه وبعدين تغير الزيت. طبعا لو الزيت اتحرق لازم يتغير فورا، او لو العربيه سخنت والزيت اتحرق لازم يتغير فورا. فيبقى لمبه الزيت لما تنور لازم تقف فورا بدل ما تعطل على الطريق.